ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحان. انا منى محمد. النهارده معانا تركه مهمه قوي عن السبونج دي او ليفه المواعين دي. ناس كتير قوي بتستخدمها وانا منهم، بقالي سنين بستخدمها وحلوه جدا جدا جدا. طيب القصه مش في دي اصلا، بس انا جبت لكم دي لان هي دي الاحسن يعني. انا في مره كنت مش لاقيه دي، فلقيت بدلها نوع تاني. النوع ده كان برضو، بس في الحقيقه الحمد لله ان هما كانوا اتنين بس مع بعض، يعني ما كانوش تلاتة، كانوا اتنين مع بعض ماشي. بس بدل الاخضر دي كانت السودا دي، استنوا عشان هي اتخلعت اصلا، كانت السودا دي ماشي. كانت خشنه جدا، فقلت طب حلوه دي خشنه، كانت اخشن من دي، فقلت حلوه خشنه اكتر وبتاع تبقى لطيفه وكده يعني، فقلت اجربها. يعني الحمد لله ان هما كانوا اتنين بس في الكيس. فليه بقى؟ لان هي طلعت وحشه جدا، فاوعوا تجيبوها ماشي بجد، اوعوا تجيبوها. لان ليه بقى؟ لان هي فيها حاجتين صعبين جدا. مش القصه ان هي تتشال اصلا من الاسبونشه، يعني دي عمرها ما اتشالت، انا بستخدمها بقالي كتير كتير قوي، عمرها ما اتشالت منها. عمر الاخضر ده ما فك من ما فكش من السفنجه دي ابدا. بستخدمها لحد لما لونها بيغمق برميها ماشي. اول ما لونها بيغمق بتضايق منها فبروح رميها واجي واللي بعده وهكذا. فطول فتره استخدامي ليها عمرها ما فكت. دي بقى من اول استخدامين اولا بتفك. الله، الاسود ده اللي هو ده بيتشال بره الاسبونشه. طبعا دي حاجه رخمه رخمه، اللي هو طب انا هعمل بيكي ايه بقى انا دلوقتي؟ فانتي ما خلاص شكرا. غير بقى كده ماشي، الاسوأ من كده بقى، الموضوع مضايقني جدا. الاسوأ من كده بكتير ان هي ملزوقه بماده كده، انا ما اعرفش ايه الماده دي، صمغ ده ولا ايه، انا مش عارفه. المهم لو انت ما خدتيش بالك بقى وانت اللي هو هي كده، فلو انت حطيتي عليها الاسبونشه ومسكتيها الاتنين مع بعض وجايه بتظبطي بتغسلي الحاجات وبتاع، واستخدمتي من الناحيه اللي فيها الصمغ ده او الماده اللي هم لازقين بيها، بتعلم بقى، بتسيب اثر في الكوبايات والمعالق والقصه دي، وتفضلي مهما تنضفي ما بيطلعش. انتوا متخيلين؟ يعني مش كفايه ان هي وحشه، لا دي بوظت لي معلقه بجد. بغسل معلقه من معلقه الشاي دي، المعلقه مجيره. طب انتي مجيره ليه؟ اغسل اغسل اغسل، التجير مش بيتشال بيزيد. اتاري ان انا مستخدمه من الناحيه اللي كان فيها الماده اللي هم لازقينها بيها، فبالتالي الماده دي طلعت على المعلقه ما نضفتهاش. يا ستي الكل انضفي، مفيش ما في، انسوا بقى، انسوا، اقعدوا بقى ادعكوا بقى ولا هاتوا سلكه ولا حاجه عشان تنضف. انا مش فاكره انا عملت فيها ايه اصلا. المهم ان هي اوعوا تجيبوها في الاخر، اوعوا تجيبوها. عندكوا دي، عندكوا في 1000 نوع تاني. المهم لو لقيتوا اللي هي السودا دي اوعوا تجيبوها، لان هي سيئه جدا. مش بس ان هي بتتشال، لا كمان الماده اللي هم لازقينها بيها، انا مش عارفه ايه الحاجه الغريبه دي. يعني انتوا عاملين حاجه طبيعي ان هي هتبقى في الميه، هي اصلا حاجه للميه، فشوفوا بقى انتوا الجواب ايه، ما يحصلش كده. طب ما دي اهي بنت الناس ست الكل، ما فيش، عمرها ما فكت من بعضها. كل قصتي معاه ان هي لما بتتوسخ برميها عادي بس، انما ولا بتتشال ولا بتعمل ولا القرف ده. فقلت لازم اقول لكم اوعوا تجيبوها. هي نفس الشكل يا جماعه، انا حتى ان لا مش نفس الشركه بس نفس الشكل. هما الفرق ان دول 3 مع بعض، التاني كانوا 2 مع بعض، 2 مع بعض كده في كيس، حتى الكيس نفس الكيس. ودي بدل ما هي خضرا كانت كده ملزوقه فيها كده، وكانت اصغر تقريبا. بس فاللي هو التجربه بصراحه سيئه جدا. فاوعوا تعملوا، اوعوا تجيبوها، اوعوا تلاقوها تقولوا نجرب ونجيبها ومش عارفه ايه، لا انا هتبصوا هتزهقكم في عيشتكم بصراحه يعني. فاوعوا تجيبوه، خليكم في الحلوه اللذيذه دي، او التانية اللي هي بتاعت زمان دي برضو. التانية بتاعت زمان احسن والله، احسن من دي. بس بلاش، مع اني مبحبش اعمل او اتكلم عن منتجات وحشه، بس ما يعني معلش معلش بصراحه. لا انتوا مش قصه ان هي كمان بتتفك تحت الميه، فاللي هو انت مش فايداني في حاجه اصلا، لا انت كمان ضريتيني في حاجه تانية، فلا يعني. بس دي كانت تركة النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيها، واعملوا الفيديو ده شير عشان ناس كتير بجد تستفيد من النقطه دي، ان هي مهمه جدا. وخلاص اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.